صباح البركة والسعادة. النهارده ان شاء الله حابب اخدكم في فلوج جميل جدا وشيق جدا هنتابع فيه تفاصيل عقيقة المولود في الريف المصري. والمولود ده هو عبد الرحمن ابن اخويا. بتمنى من كل اللي بيتابع الفيديو يدعي ربنا ان هو يجعله من الصالحين ويجعله بر بوالديه وينبته نباتا حسنا. نسمي الله ونبدا الفلوج. بدأنا باللحمة واللي كانت عبارة عن 80 كيلو من اللحم الجزاري البناتي، وهنا الجزار كان بيشف اللحمة. وهنا حابب أوجه الشكر للمعلم محمد زكريا الجزار المحترم اللي رفض إنه ياخد أي فلوس غير لما الناس تاكل اللحمة وتشكر فيها. وصلنا اللحمة للبيت وبعد كده بدأ الطباخ إن هو يعدل القطعية بتاعتها ويقطعها قطع مناسبة ليه للطباخ. بعد كده جبنا كشف الخضار وبعدها رحنا على المفرمة علشان نفرم اللحمة اللي هتتعمل للكفتة. وبعد ما خلصنا رحنا علشان نجيب كشف المعلبات واللي كان من خلال منفذ الربيع للمصنعات البلاستيكية، واللي حابب أوجه لهم جزيل الشكر على المعاملة الجميلة والطيبة وكمان الخامة الممتازة في المصنعات. وكان معايا في الليلة دي الشيف أحمد الجدوسي اللي كان بيشرف على الحاجة بنفسه، وكان معايا كمان أحمد أخويا ومحمد ابن خالتي. وهنا بدأنا نحمل الحاجة كلها على التروسيكل. بعد كده رحنا عشان نجيب كشف الحلو والطباخة من محل السراج المنير لطلبات الأفراح، وصاحبه الشيخ عماد راجل في قمة الذوق والاحترام. مش بس كده، موجود عنده كل لوازم الطباخة من الألف للياء. والأماكن اللي أنا بقول عليها في الفيديو متواجدة في مدينة إيتال البارود في محافظة البحيرة. وأول ما وصلنا البيت كانت شركة الفراشة بدأت بالفعل في تركيب فراشة العقيقة. شركة الفراشة هي شركة الحاج أحمد عمرو، ناس بالأمانة على أعلى مستوى. وده كده بعد ما خلصوا فرش العقيقة. الوقت ده كان الشيف أحمد القدوسي جاب العدة بتاعة الطباخة وحطها قدام البيت. بدأنا أنا وعيل خالتي نطلع الحاجة اللي جبناها واحدة واحدة وركناها في مكان فاضي. وهنا كان أحمد أخويا واخد الشباب جيراننا وبينضفوا المكان بتاع العقيقة وبيرشوا مية علشان خاطر يرقدوا أي تراب موجود على الأرض. يوم الجمعة بدأنا اليوم من الصبح من الساعة 8:30. جهزت الحاجة للشيف وجبت له الخضار واللحمة واللبن وكل حاجة هو محتاجها. وبدأ الشيف أحمد القدوسي والطاقم اللي موجود معاه في تجهيز كل أصناف العقيقة. بجد شيف وطاقم على أعلى مستوى من النظافة والاحترافية في عمل الأكل. بدأنا بعد كده نحضر الترابيزات بتاعة البوفيه. طبعا احنا مخصصين مكان للرجالة غير مكان للحريم علشان مفيش أي حد من الحريم يظهر قدام أي حد من الرجالة في وقت الفطار. وده كده المكان من أكتر من زاوية قبل آخر اللمسات. وبعد العصر بدأ الشيف كمال يصبع الكفتة ويولع الفحم علشان خاطر يسوي الكفتة. كانت الكمية معاه تقريبا حوالي 30 كيلو. كمان كانت اللحمة أخدت تسويتها في الشوربة وجاهزة إنها تدخل الفرن. وده كده شكل الكفتة على الشواية، بجد كانت الريحة خرافة. ده كده بعد ما الرجالة فرشوا كل الترابيزات وقبل المغرب بساعة بدأ الرجالة يعبوا التمر هند في الأزايز. وبدأ الشيفات يغلفوا السلطات علشان ما يدخلهاش أي أتربة. ده كده شكل اللحمة بعد ما اتقطعت وداخلة الفرن. وده كده شكل الكفتة بعد ما استوت وجاهزة على الأكل. بجد كل الشكر للشيف أحمد القدوسي والطاقم اللي موجود معاه على الجهد اللي بذلوه علشان يطلعوا العقيقة بأفضل صورة. الناس اللي حابة تعرف طريقة عمل أي صنف من أصناف العقيقة تكتب لي في الكومنتات وهرد عليكم في الكومنتات بإذن الله. بعد كده بدأ الشيفات يرصوا السلطات على الترابيزات. وده كده الشكل النهائي للبوفيهات قبل نزول الوجبات.